بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. هنشارك معاكم النهاردة حدوتة عالمة من علمائنا المتميزين في مجال النانو تكنولوجي. حلقتنا النهاردة هتكون عن الدكتورة والعالمة منى بكر. ولدت الدكتور منى عام 1971 بمدينة أسيوط، وحصلت على الثانوية العامة عام 1987 وعلى بكالوريوس علوم كيمياء من جامعة أسيوط عام 1991، وكانت الأولى على دفعتها. وبعدها حصلت على ماجستير في الكيمياء الفيزيائية من جامعة أسيوط عام 1994، وعلى الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية أيضا من معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف دكتورنا وعالمنا الكبير مصطفى السيد، واللي أرسلها لأمريكا في بعثة من جامعة أسيوط لمدة 4 سنوات ونصف، وذلك حينما كان أستاذا بمعهد علوم الليزر بجامعة أسيوط. بعد كده ذهبت لسويسرا ليشرف على أبحاثها الدكتور ماجد شرقية عالم النانو تكنولوجي لمدة 5 سنوات، وبعدها عادت لجامعة أسيوط ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة لتلتحق بمركز الليزر، اللي أسهمت من خلال خبرتها في تأسيس مدرسة علمية هي الأولى التي تسهم فيها عالمة مصرية تختص بعلم النانو تكنولوجي في مصر. فعملت كأستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. وعن إنجازات دكتور منى في مجال النانو تكنولوجي، فكانت مديرة مركز النانو تكنولوجي وعضو بأكاديمية البحث العلمي منذ عام 2009، وكمان ليها 4 براءات اختراع دولية مسجلة باسمها، منهم استحداث عقار يعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، كما أنها أسست أول شركة في مصر والعالم العربي في مجال النانو تكنولوجي، وأسست مدرسة مكونة من 43 طالب دراسات عليا عملوا على تصنيع المواد النانونية وتطبيقاتها في الخلايا الشمسية وتنقية وتحلية المياه والتطبيقات الطبية الحيوية. ليها أكتر من 56 مقال دولي، وأشرفت على ما يقرب من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه، وجاءت في التصنيف الدولي رقم 20 في مجال النانو تكنولوجي، وتم الاستشهاد بأبحاثها أكتر من 1800 مرة. وعن تكريمها فحصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2009، وكرمتها مؤسسة مصر الخير لكونها واحدة من أهم 5 علماء مصريين، والمرأة الوحيدة من بين المكرمين اللي تم الاستعانة بدراستهم كمرجعية دولية والاستشهاد بيها في الأوراق البحثية. ولكن لم تكتمل هذه الإنجازات، فقد أصيب الدكتور منى بمرض نادر ورحلت عن عالمنا في مارس عام 2017 عن عمر يناهز 48 عام. نسأل المولى عز وجل أن يرحمها وأن يتغمدها بواسع رحمته. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، نتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.